يا مساء الجمال والسعادة على أحلى عيلة. يوم جديد وروتين جديد حبيت أشارككم فيه تفاصيل يومي البسيطة. اليوم ده عندي لازم ان انا ابدأه باني انا افتح الستارة وادخل الشمس والهواء للبيت، بحس ان البيت بيتنفس. بعد ما بفتح بقى كل الشبابيك، دخلت بقى غسلت وشي، وغسلت اسناني. وانا بستخدم الغسول ده مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. الغسول ده بيبقى اللي هو بالحبيبات وبالفحم، علشان زي تقشير خفيف كده للبشرة، فطبعا مش للاستخدام اليومي. ببدأ بقى أجهز نفسي قبل البنات، لاني ببقى هصحي بقى البنات علشان انزل حور الحضانة. فطبعا بجهز الاتنين وبلبس الاتنين وبنزل ان انا اوديها الحضانة. فالاول بروق كده على نفسي وبعدين ببدأ ان انا اصحيهم علشان اجهزها والبسها هي واختها عشان الحضانة. هنا خلاص بقى كنت لبستهم ونازلين خلاص البيت موديها الحضانة. اللحظات دي رغم زحمتها بس يعني هي اللي بتديني نشاط ان انا اكمل اليوم كله. وطبعا لما بنزلها الحضانه ببقى عارفه ان انا اصور لكم شويه، لاني كمان بيبقى معايا اختها الصغيره لانها لسه صغيره مش عايزه انزلها دلوقتي الحضانه. فطبعا بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم في الوقت ده، لان التصوير مع الاتنين بيبقى صعب جدا. هنا بقى كنت خلاص وصلت الحضانة، ودخلتها ووديتها بقى ورجعت اشوف ايه اللي ورايا. كان ورايا كركبة قد كده في المطبخ، فاول حاجة عملتها ان انا رصيت غسلت الاطباق علشان اخلص من الكركبة دي واحس ان الدنيا بقت رايقة. ولو في مثلا كام حاجه اتبقت والغساله مثلا ما شالتش كل حاجه، بروح غسلاها على ايدي، بحيث ان ابقى خلصت الجزء بتاع المواعين ده وما بقاش فيه اي حاجه تاني في الحوض او على الرخامه مسببه لي كركبه او زحمه، لاني ما بعرفش اتحرك في المطبخ لما الدنيا حواليا ما بتكونش متظبطه. بصوا ده بقى نوع كبسولات الاطباق اللي انا بستخدمها. هي حلوه جدا وبتنضف جامد وبتلمع الحاجه. بس عيبها الوحيد حاجه واحده، ان انا بحس انها بتسيب ريحه بسيطه منها في الاطباق وفي الكوبايات. فبضطر ان انا قبل ما استخدم اي حاجه تاني من الكوبايات او اي حاجه اديها شطفه كده بسرعه بالميه. لكن من حيث بقى النظافه لا، هي بتنضف حلوه قوي قوي زي فانيش وزي فيري. بحب جدا ان انا اخد الحاجه يعني حاجه حاجه، ارتب الحاجه اللي ورايا حاجه حاجه، ما كربسش الدنيا كلها مع بعضها علشان ما يحصليش احباط او احس ان انا ورايا حاجات كتيره واشيل بقى الهم ويأس وما ابداش وكده. لا، حاولوا ان انتوا تقسموا الحاجه على مهام، مش لازم كلها تتعمل مره واحده. عادي ننظم الدنيا واحده واحده علشان ما نحسش بضغط وده يأثر على نفسيتنا ونكتئب ونبقى مش قادرين ان احنا نعمل حاجه خالص. هنا بقى كنت خلصت المطبخ وظبطته. بعد ما خلصت بدأت بقى ان انا ادخل على الجزء الجديد، وهو ان انا اغير الملايات. غيرت مراية سرير الاطفال وفرشت ملاية جديدة ورشيت معطر. حاولت على قد ما اقدر ان انا الملم الدنيا وانجز كل حاجة او مش كل حاجة زي ما قلت لكم، يعني بحاول انجز على قد ما اقدر. المهام مهمة، يعني انا اول حاجة خلصت المطبخ، تاني حاجة ان انا اغير ملاية الاطفال وظبطت لهم الاوضة وخليتها تمام. جه بقى الوقت ان انا اروح اجيب حرم الحضانة. الحمد لله رحت جبتها. هنا بقى كنت اما جبتها هي واختها كده كانوا بيجروا، وده شارع ما فيهوش عربيات يعني كتير، فعشان كده انا سايباهم ان هم يجروا كده. الحمد لله وصلنا البيت بالسلامه. وكنت خلاص جبتها بقى وخلصت بقى عملت لهم اكل كده سريع كلنا مع بعض. ايدك عشان تقفل عليكي. وهنا بقى كان جه وقت البنات، قررت ان انا اركز بقى ساعتين 3 كده معاهم واوقف شويه المهام اللي انا بعملها. فقعدت بقى ان احنا نلون مع بعض ونطلع مواهبنا كده. شايفين الرسمة دي؟ يعني التلوين مش بس على فكرة الاطفال، لينا احنا كمان الكبار. بحس ان هو بيخرج الطاقة السلبية وبيهدي الاعصاب جدا. يعني حاولوا دايما ان انتوا تدوا نفسكم ولبناتكم او لاولادكم الوقت ده، وان انتوا يكون في وقت تقعدوه مع بعض بعيد عن اي دوشة، بعيد عن الشاشات، بعيد عن التليفونات، كل الحاجات دي. لان انا كمان مبقاش حابة ان هم يقعدوا قدام الشاشات
الشاشات او يمسكوا تليفونات. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اشغل وقتهم بكده، ان احنا طب ما تيجوا نلون مع بعض، تعالوا مثلا نلعب مع بعض، كده. لازم كل يوم تعملوا كده ساعتين 3، بحيث انكم تخرجوا الطاقة السلبية اللي عندكم وعندهم برضو. خلصت كده الساعتين 3 اللي انا قعدتهم معاهم، وطبعا بدأت ان انا اكمل المهام اللي ورايا. طبقت بقى الغسيل، كان عندي غسيل كتير جدا، فكنت بطبقه وانا بسمع حاجة كده بحبها. وفي الاخر بقى في اخر اليوم كافئت نفسي بان انا طلبت من زوجي العزيز ان هو يجيب لي معاه وهو جاي اكل جاهز، علشان مش قادره ان انا اعمل حاجه، او علشان يعني ما احسش برضو بضغط ان انا حاسه ان انا كل حاجه ورايا وضغط جامد عليا. لا، بحاول على قد ما اقدر ان ما يحصلش ضغط وعلى فكره عشان بس ما تفهموش غلط، انا مش بجيب اكل من بره كل يوم، انا اصلا ما بحبش اكل بره. يعني ممكن ان انا اعمل كده مره في الشهر مرتين، لو انا عملت مثلا حاجات كتير او مش قادره ان انا اطبخ، وبحاول ان انا اخفف الضغط على نفسي. ده كان روتيني البسيط، يا رب يكون اداكم ولو طاقة ايجابية بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وقولولي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتعملوها بتغير مودكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.